انتهى موسم كرة القدم في إسبانيا، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يرتاح كثيرا، وحضر محامو ميسي الثلاثاء إلى المحكمة في كتالونيا وأصروا على نفي كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا. لاعب برشلونة بطل الليغا وكأس الملك سيمثل أمام المحكمة الخميس للدفاع عن نفسه والإدلاء بأقواله النهائية قبل صدور الحكم في تهمة التهرب من دفع 4.5 مليون دولار أمريكي لمصلحة الضرائب الإسبانية بين عامي 2007 و2009. وكانت التهمة نفسها طالت نيمار وخافير ماسكيرانو وأدريانو وتشافي ألونسو. هذه المحاكمة تخيف الكثير من نجوم العالم وتبعدهم عن الليغا، خاصة أن الدوري الإنجليزي ينافس على خطف الشعبية والتربع على عرش البطولات العالمية بعد أن عاد ليضم أشهر المدربين حاليا. يشار أن ميسي ورد أيضا بين الأسماء في أوراق بنما المسربة ضمن الشخصيات الكبيرة التي فتحت حسابات خارج بلدانهم للتهرب من دفع الضرائب.